الشيشة رمز الكيف والمزاج. قول يا ستموني قول. بس انت تعرف ان هي في البداية كانت علاج، ازاي ابتدت كدواء وانتهت كأكتر حاجة تضرب الجسم. أول ظهور للشيشة كان في الهند في القرن 16. وقتها كانت حاجة اسمها هوكا، وده معناه في الهندية ثمرة جوز الهند. كان شكلها بسيط جدا في البداية، وهي عبارة عن ثمرة جوز الهند مخرومة خرمين مليانها مية. خرم فيهم كان فيه مكان اللي مخصص عشان خاطر تبدأ تسحب منه النفس، والجزء التاني كان المخصص اللي بتحط فيه الأعشاب وتبدأ تحط عليه الفحم عشان خاطر يبدأ الدخان ينزل على المية اللي موجودة جوه ثمرة جوز الهند، وتبدأ عن طريقه إن أنت تسحب النفس. كانوا بيعتبروا إن مرور الدخان على المية بينظف البخار وبيخليه آمن أو حتى علاجي. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ كانوا بيستخدموا أعشاب طبية زي القرنفل، النعناع، أو حتى الحشيش الطبي. سمحت يعني. ايوه. اي حد يسأل عليا انا قاعد على القهوة بره. والاعتقاد اللي كان منتشر في الوقت ده إن الدخان لما بيمر على المية بيطلع نقي وبيوصل للجسم في حالة من الاسترخاء وحالة من الراحة، وده مفيد للصحة. وكان الطبيب في الهند ممكن يوصف الجلسة بتاعت الشيشة للمريض حاجة كده زي ما الدكتور مثلا ممكن يوصف لك جلسة ساونا أو جلسة علاج طبيعي. في أواخر القرن 16 العالم كان كله بيتغير، التبغ وصل من أمريكا لأوروبا ومن أوروبا للهند، وبالتالي ابتدى التبغ يحل محل الأعشاب الطبية، وهنا كانت بداية الشيشة الحقيقية. يا الله. الشيشة بعد كده انتقلت للعالم الإسلامي، خاصة الدولة العثمانية اللي ما سابتش حاجة لو زخرفتها. بقت من النحاس والإزاز والفحم وريحة التفاح، ابن اللعيبه يا فاجر. وبدل ما كانت فلتر وقاية بقت رمز للفخامة، وبقت موجودة في أصول السلاطين والقهاوي الشعبية وحتى عند الطبقات الراقية في مصر. وهنا بقى بنشوف التناقض، حاجة بدأت عشان تقلل ضرر التبغ اتحولت لحاجة فيها جلسة شيشة ممكن تعادل تدخين 20 سيجارة أو أكتر. الدراسة الحديثة بتقول إن التدخين بيوصل أعمق للرئة، والمية اللي كانوا شايفينها حماية طلعت بتعمل تقطير للسموم وتوصيلها بشكل أنعم ولكن أخطر. خلينا أشرح موقف الأديان عموما من الشيشة والتدخين. الشيشة زيها زي أي نوع تدخين، والعلماء فصلوا حكمها بناء على أثرها. في البداية لما كانت تعتبر علاج كان في خلاف لأن ما كانش واضح إنها مضرة، واستخدامها كان محدود وتحت إشراف زي أدوية الأعشاب دلوقتي. لكن بعد ما ثبت ضررها بشكل قاطع طبيا، اتفق اغلب العلماء المعاصرين انها حرام او على الاقل مكروهه، بسبب الاسباب اللي بناء عليه بتدمر فيها الصحه وبتدمر فيها الفلوس وبتدمر فيها الناس اللي حواليك، وبتدمر فيها حتى وقتك اللي بيضيع من غير فايده. الشيخ ابن الباز واللجنه الدائمه للافتاء قالوا ان الشيشه والتدخين بجميع انواعه حرام لما لقوا فيه ضرر مؤكد. في المسيحيه مفيش نص مباشر بيحرم الشيشه، لكن كتير من الكنائس بتشوف ان كل ما يضر الجسم اللي هو هيكل الرب فهو خطيئه، وفي مجتمعات كتير مسيحيه بيمنع التدخين او بينصح بالابتعاد عنها. في اليهوديه القاعده العامه عندهم كل ما فيه ضرر مؤكد بالصحه يمنع. وفي النهايه يا صديقي، زمان الناس شربوها وهم فاكرين انها علاج، لكن النهارده بعد ما عرفنا ان هي بتقتل في صمت، مفيش دين يرضى انك تاذي نفسك، ولا انك تقول ان انا بنفخ فيها همي ولا بنفخ فيها حزني، ولا تقول ان هي بتظبط لي مزاجي ولا بتخليني رايق. يعني من الاخر اللي بدأوا حكيم كحمايه بقى في ايدينا احنا كارثه على الجسم. الشيشه اللي كانت علاج بقت هي سم ما بتظبطش المزاج، واحنا اللي بنختار يا نصدق الاسطوره يا نفهم التاريخ. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معانا، وما تنساش تفعل زر الجرس لو انت جديد معانا عشان خاطر يوصلك كل جديد. كان معاكم عبد الرحمن صالح مستر ليه. سلام.